بصوا استوى كده وبقى قمر حتى، دليل ان هو لونه غير. بصوا بصوا لونه غير، اسمعوا القرمشة. قرمشة وطعم تحفة في منتهى الجمال، ومشطشط وجميل. الهريسة خليته طعمه في حتة تانية. بصوا الهريسة تحفة تحفة بصراحة. يا صباح كل حاجة حلوة، صباحكم فل، صباحكم معطر بذكر الله. يلا كده مع بعض نشوف هنعمل ايه. الخيار بتاعنا اللذيذ دوت، المقرمش الحراق اللي مش هياخد مننا ساعة وناكله على طول. نشوف هنعمله بأي طريقة. كان عندي كده هوت ايه، نص كيلو من الخيار في التلاجة. قلت حرام بدل ما يفضل في التلاجة ويبوظ، فقلت استغله واعمل بيه شوية خيار مخلل ناكله كده في ساعتها. طلعته كده هوت وقلت ايه، مع بال ما اعمل حاجة في البيت اكون ايه ركنته ويكون استوى معايا، وايه ونحطه جنب ايه الغدا بتاعنا. خدت بقى كمية الخيار بتاعي ده، كان مغسول ونضيف طبعا ومنضفاه، معاه كده من فوق ومن تحت، ومسكته قطعته بالتقطيع على الورب ايه زي ما انتوا شايفينها. قطعت بقى الخيار بتاعي بنفس الطريقة او زي ما انتي حابة. جبت بقى بولة جنب كده علشان اقطعه بالايه بالتقطيعة اللي انا عايزاها. انا حابة اقطعه التقطيعة الورب ديت، انتي بقى حابة تقطعيه باي شكل تاني. حابة تقطعيه صوابع كده، حابة تقطعيه حلق دواير، زي ما انت مكعبات زي ما انت حابة. انا قطعته التقطيعة الورب ديت، كان بالنسبة لي ايه مناسب وشكله اظرف. مهم قطعته كله بالطريقة ديت وايه، واحطه في البولة بتاعتي. اكمل الكمية بس عشان ما اطولش عليكي وايه وارجع لك تاني. انا هنا كده بوريكي ان ايه قطعته السمك بتاعه قد ايه. اهم حاجة السمك بتاعه ما يكونش رفيع قوي ولا سميك قوي، علشان يستوي معايا بسرعة، وفي نفس الوقت ما يبقاش رفيع قوي ويبقى مهري معايا عشان يبقى مظبوط. بس كده قطعت الكمية كلها وبقت معايا تمام. خلاص كده هبتدي بقى اجيب معايا ايه، معايا حوالي كده هوت معلقتين كبار من الخل. وكان معايا بقى ايه ليمونة. ايه هعصر الليمونة كده ايه نصين، نص في نص كده اقطع الليمونة ايه وعصرتها. وكده معايا تمام. قشر الليمون ده يا جماعة احنا ما نستغناش عنه ونرميه، لا لا، احنا نخزنه كده ونشيله في شنطة ونشيله في الفريزر. هنعمل منه وصفات حلوة ونستخدمه. بس عصرت الليمونة بتاعتي، نرجع لموضوعنا. وحطيت بقى ايه الملح بتاعه حسب الحدق اللي انتي بتحبيه، كل واحد حسب اللي بيحب الحاجة مالحة قوي او ايه مش مالحة. حسب ظبطت الملح بتاعه كده. وطبعا الهريسة بتاعتي ديت اللي عاملاها معاكم على القناة، وان شاء الله انزل لكم فيديو تاني للهريسة الخضراء والحمراء مع بعض. حطيت معلقة كده من الهريسة الحمراء. يبقى انا كده حطيت ايه خل وليمون وملح ومعلقه هريسه. حابه تضيفي بقى فص من التوم، انت بتحبي طعم التوم في المخللات ضيفي، مش حابه خلاص. كنت غليت كده في الكاتل معايا حوالي ايه كوبايه ونص من الميه. غليتهم غليان تام ونزلت بيهم على الخيار بتاعي، وقلبته كده ايه في الايه المنكهات اللي انا حطيتها بقى، اللي هو الملح والليمون والخل والكلام ده كله، قلبتهم وايه علشان طبعا يبتدي بقى ايه يشرب ايه التوابل بتاعتي وياخد حدقه ويبقى تمام. كده معايا ايه بقى تمام. هغطي بقى البولة بتاعتي وهركنه كده ايه في المطبخ، واشوف بقى ايه اللي ورايا واكمل حاجة بيتي وايه وارجع له تاني. بس قسما بالله ان انا في اللقطة ديت معدش عليا حوالي يعني ما يعادل نص ساعة او حوالي 35 دقيقة مش اكتر. قلت كده ايه ابص عليه، بصراحة ريقي جري عليه، انا بحب الحاجات الحادقة فريقي جري عليه. قلت اما اروح كده واشوف ايه الاخبار. شفته قسما بالله زي ما انتوا شايفين لونه غير واستوى وبقى طعمه في منتهى الجمال. يعني حاجة كده تحفة، يعني مكنتش متخيلة انها يستوي بالسرعة دي. طبعا اللي ساعدنا على السوا والكلام ده كله المية المغلية وشوية الخل. بصوا طعمه تحفة من جماله. انا كنت عايزة افضل بقى كده ايه يعني
اكل الكمية كلها بصراحة، طعمه تحفة. واهم حاجة كده لما نكون طبعا لو انت هتعملي كمية اكبر بالمعلقة، يا ريت المعلقة علشان ما يعملش مني ريم او ايه يبوظ مني والكلام ده كله. وهتاخدي اللي هتاخديه وهتشيلي باقي الكمية في التلاجة. طريقة سهلة وبسيطة وموفرة، ومش هتخلينا نفكر نجيب مخللات تاني من بره. حاجة البيت طبعا نظيفة وايه، مفيش احسن منها. يا رب كده الفيديو يكون ظريف ولذيذ على قلوبكم. منتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم.